السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الماتش. طبعا كلنا عارفين إن النادي الأهلي عايز مهاجمين عشان يدعم الفريق في الفترة اللي جاية. يسترب طلب من إدارة النادي الأهلي التعاقد مع 2 مهاجمين ضروري جدا خلال الفترة القادمة للمنافسة على البطولات القارية، خاصة البطولات القارية. طب محمد شريف هيروح فين؟ محمد شريف الراجل مش مقتنع بيه، مش مقتنع بأدائه، زي ما احنا كأهلاوية أو اللي بيشجعوا النادي الأهلي مش مقتنعين بأدائه أيضا. يعني أنا عن نفسي شخصيا ما كنتش مقتنع بأدائه قبل ما يجي النادي الأهلي، كنت مستغرب ليه النادي الأهلي بيتعاقد مع محمد شريف، ولكن أعتقد إن محمد شريف رجع النادي الأهلي عشان النادي الأهلي يفوت فرصة انتقاله إلى نادي الزمالك. ولكن زي ما قلت لكم ان الراجل مش مقتنع بيه وهيطلعوا اعاره وانس ان احنا نتعاقد مع المهاجمين اللي طلبهم يسترب. طيب اول لاعب النادي الاهلي يعني اتكلم معاه ولكن بصوره غير رسميه، يعني تفاوض معاه ولكن بصوره غير رسميه بيجس نبض اللاعب. يزن التعيمات الاردني صاحب ال26 عام، الراجل اللي جاب جون او هدف الفوز امام الامارات في كاس العرب في الجوله الاولى. الراجل لعب في كاس اسيا 7 ماتشات، جاب 4 اهداف و2 اسيست، ولعب في تصفيات كاس العالم مع الاردن جاب 8 اهداف و4 اسيست، ارقام كبيره. الراجل ده عنده امكانيات مش موجوده في الدوري المصري كمهاجم. الراجل يعني مهاجم محترم جدا، عنده امكانيات قويه جدا. زي ما قلت لكم ان هو مؤثر مع فرقته اللي هو العربي القطري، سجل يعني في 8 مباريات جاب 3 اهداف وجاب 2 اسيست، عمل 2 اسيست. اذا الراجل مؤثر مع المنتخب وايضا مؤثر مع العربي القطري النادي اللي بيلعب فيه. طيب النادي الاهلي وسيد ابو حفيظ تحركوا ولكن بصوره غير رسميه لجس نبض اللاعب. راح اللاعب قال لهم والله يا جماعه انا باخد 2 مليون و300 الف دولار مع العربي القطري، وكمان في شرط جزائي لان ما زال عقده مستمر مع العربي القطري، وقال ان انا مش هنتقل او مش هسيب العربي القطري واروح لنادي تاني غير لما العربي القطري يوافقوا ويكون هم على قناعه ان انا امشي من النادي. فالموضوع صعب شويه ان انت تحصل على توقيع يزن التعيينات في النادي الاهلي، راتبه عالي. حتى الراجل قال ان انا ممكن اتنازل على 300,000 واخد 2 مليون. ما 2 مليون كتير برضه، كتير برضه في الدوري المصري 2 مليون دولار، ولكن هو الراجل يعني بامكانياته دي يستحق يعني. ولكن الافضل ان النادي الاهلي كان تعاقد معاه بدون الشرط الجزائي. 2 مليون دولار كويسين، يعني ماكسيمم، يعني الماكسيمم اللي المفروض النادي الاهلي يتعاقد مع لاعب بالمبلغ ده. ولكن لو مش هيبقى في شرط جزائي هيبقى افضل. ففكره ان يزن التعيينات ينضم الى النادي الاهلي فكره صعبه شويه لان راتبه عالي، راتبه 2 مليون دولار وكمان في شرط جزائي. طيب مين اللاعب اللي بعد كده؟ النادي الاهلي برضو يعني شفهيا كده، مفاوضات شفهيه مع نادي الجزيره الاماراتي. هتقول لي طبعا شراء ابراهيم عادل، صح، ابراهيم عادل كان النادي الاهلي بيتفاوض مع النادي الجزيره الاماراتي، النادي الاماراتي لضم او شراء ابراهيم عادل، ولكن شروط النادي ان هم يعملوا صفقه تبادليه مع النادي الاهلي في مروان عطيه، وكمان النادي الاهلي يدفع 30 مليون جنيه مصري. يعني بصراحه ان النادي الاهلي يستغنى عن مروان عطيه فهو كده بيدمر خط النص النادي الاهلي ومستقبل النادي الاهلي في خط النص. فطبعا النادي الاهلي ما دخلش في مفاوضات رسميه لضم ابراهيم عادل لان يعني مقابل شراء ابراهيم عادل عالي جدا، ان انت هتفقد لاعب مهم وكمان هتدفع 30 مليون جنيه مصري فيما يعادل يعني 30 مليون جنيه مصري، طبعا هيبقى بالدولار او باليورو. فالنادي الاهلي اغلق موضوع شراء او تفاوض رسميا مع ابراهيم عادل. طيب الصفقه اللي بعد كده او اللاعب اللي النادي الاهلي بيسعى لضمه الى الفريق هو ابراهيم دياباتي، مهاجم نادي جايس السويدي. يعني اللاعب الايفواري ابراهيم دياباتي النادي الاهلي كان بيتفاوض معاه من شهور قبل كده
والنادي الاهلي تفاوض ودخل مع النادي في مفاوضات رسميه على ضم ابراهيم دياباتي، وحصل تواصل بالفعل يوم الاحد مع النادي الاهلي والمدير الرياضي لنادي جيش السويدي من خلال الزوم. والنادي الاهلي عرض مليون و600 الف دولار، فيما طلب النادي او رئيس النادي من خلال المدير الرياضي للنادي مليون و750 الف يورو. قال يا جماعه انتوا تدفعوا مليون و750 هتدفعوهم في مارس، ولكن النادي الاهلي كان عايز يعني كان في كمان 5% من اعاده البيع، والنادي تنازل عنهم، ولكن النادي الاهلي كمان عايز ان هو ينزل من مليون و750 لمليون و600 الف دولار، والنادي عايز باليورو. قال لك انا عايز مليون و750 الف يورو مش دولار، انا ما بتعاملش بالدولار، انا عايز يورو اللي هو نادي جايس السويدي. الراجل قال لهم يا جماعه انتوا يا جماعه مش بتتفاوضوا بجديه، مش عايزين اللاعب، انتوا بقالكم كام شهر بتتفاوضوا. الراجل جاي له عروض ب 3 مليون يورو و2.5 مليون يورو، واحنا قلنا يا جماعه ان انتوا اللي بداتوا الاول في المفاوضات، في الاولويه ليكم، وده طلب رئيس النادي مليون 750 الف يورو. هتدفعوا هتشيلوا، مش هتدفعوا خلاص. والزوم قفل على كده، وكان الراجل غاضب جدا المدير الرياضي لنادي جايز السويدي، والمفاوضات وقفت لحد كده. مش عارف بقى النادي الاهلي هل هيحاول ان هو يتواصل مع النادي ويخلص فيه اللاعب ولا لا. ياسر قال لك انا موافق على ابراهيم دياباتي وكمان يزن التعليمات، فالراجل ما عندوش مشكله، قال لك امكانياتهم كويسه ونرجو ضم الاثنين لعيبه في اقرب وقت للنادي الاهلي، لان فعلا انا محتاجهم عشان افريقيا، وكمان الدوري هنافس على بطولات مهمه، فانا محتاج اثنين من المهاجمين ذوي اللي عندهم امكانيات خاصه زي اللعيبه دي، تعويضا طبعا لوسام ابو علي اللي انا اصلا شخصيا شايف ان هو احسن مهاجم اجنبي دخل الدوري المصري. وسام ابو علي لا يعوض، الراجل كان بيلعب يعني مهاجم كامل، مهاجم عنده كل الامكانيات مهاريا، الراجل بيلعب ضربات جزاء، الراجل بيلعب ضربات ثابته، بيلعب بالهيد، بيشوط من بره ال 18، بيعمل اسيستات، لاعب خرافه يا جماعه وسام ابو علي. وشفناه وهو بيآزر منتخب فلسطين في كأس العرب. وان شاء الله النادي الاهلي يقدر ان هو يتعاقد مع مهاجم يقدر يسد الخانه اللي قدام بقى، ان احنا محتاجين مهاجم يخلص، مهاجم قناص زي وسام ابو علي، حتى نص وسام ابو علي يا جماعه، والله نص وسام ابو علي احنا موافقين، ولكن محتاجين مهاجم قناص يقدر يخلص من ربع فرصه، وده اللي ناقصه النادي الاهلي. النادي الاهلي قدام بيضيع كتير جدا. انتوا شايفين محمد شريف بيعمل ايه؟ محمد شريف مع المنتخب يا جماعه كان يعني الماتش اللي فات او اللي قبل اللي فات اللي تعادلنا فيه مع الكويت، الراجل كان بيسند في السكس يارد يا جماعه، بيسند الكرة، بيستلم في السكس يارد. انا اول مره اشوف حد بيستلم في السكس. انت عايز ايه تاني؟ انت جوه الجون اصلا، انت في حلق الجون، بتستلم ايه؟ زق كرة، تنفخها دخلها الجون. يعني يعني النادي الاهلي ما ينفعش ان يبقى المهاجم بتاعه هو محمد شريف. يعني انا اسف، محمد شريف كان قبل كده امكانياته عاليه، عارفين ان هو عنده في البرايم بتاعه كان راجل يعني كان مع النادي الاهلي كان مكسر الدنيا، ولكن رتمه نزل، طلع اعاره، رجع زي ما هو، يمكن اسوأ كمان. فان شاء الله بالتوفيق للنادي الاهلي لضم المهاجم القناص اللي يقدر فعلا يشيل مسؤوليه هجوم النادي الاهلي. طيب القادسيه السعودي طلب اعاره اليو ديانج 6 شهور، ال6 شهور المتبقيين في عقد اليو ديانج مع النادي الاهلي. القادسيه السعودي طلب ان هو يستعير اليو ديانج ال6 شهور المتبقيين دول في عقد اليو ديانج ب 500 الف دولار، والاهلي بيطلب كام؟ مليون دولار. قال في ال6 شهور دول انا عايز مليون دولار. القادسيه السعودي طلب اعاره اليو ديانج ال6 شهور المتبقيين في عقده قبل يناير. النادي الاهلي قدامه شهر. اليو ديانج متمسك ب 2 مليون دولار، النادي الاهلي بيتكلم في ماكسيمم مليون و500 الف دولار، اليو ديانج عادي 2 مليون دولار. طيب النادي الاهلي لو ما باعش اليو ديانج خلال الشهر اللي جاي ده، احسن له ان هو طلعه الاعاره
ويوافق حتى على 500,000 دولار. يعني هو برضه في مفاوضات مع القادسيه السعودي 500 لمليون، من 500 لمليون في 6 شهور. فالنادي الاهلي انا من رايي ان هو يخلص في اليو ديانج باي مبلغ يستفيد منه باي حاجه، ما يمشيهوش ببلاش زي ما حصل مع قبل كده مع نادي الزمالك، وعمال يمشي اللعيبه بتاعته زي زيزو مشي ببلاش مشي ببلاش لحد ما النادي فلس. احنا ما ينفعش كنادي اهلي ان احنا نمشي اللاعب ما نستفادش منه ماديا، احنا عايزين فلوس عشان نجيب مهاجم تاني. اذا النادي الاهلي من وجهه نظري الافضل ليه ان هو يطلع اليو ديانج حتى لو ال6 شهور، لو اعاره ال6 شهور المتبقيين حتى لو ب 500,000 دولار النادي الاهلي اولى بيهم. فدي كانت كل حاجه بالنسبه لصفقات النادي الاهلي، والدنيا كانت ماشيه ازاي في الصفقات دي، حتى اتكلمنا عن اليو ديانج والاعاره المقدمه من نادي القادسيه السعودي. ان شاء الله انتظرونا في فيديو قادم باذن الله مليء بالاخبار والاحداث الخاصه بكره القدم. اشوفكم الفيديو القادم والسلام عليكم ورحمه الله.